هنتكلم النهارده عن المصارع العربجي، المصارع اللي بنك الدم عرض عليه فلوس اكتر من اللي عرضها الاتحاد السعودي على حمى صلاح، اصل حرفيا بينصف اكتر ما بيستحمى، صفقه مضمونه يعني. المصارع اللي تعاليه وكفيل يقعد مايكل موسى وكوري جريفز في البيت ويلبس حفيظ الدراجي الجلابيه، حي ده ولا لابسها من غير حاجه اصلا. المصارع اللي ما بيهموش اي حد وهيفشخ اي واحد يجي قصاده، ولو قلت بعقلك وهنبكت معاه بالكلام هيفشخك انت شخصيا. اسمحوا لي اقدم لكم The Wild Thing, the ace of professional wrestling, the backbone of AEW, جون ماك. لا ثانية، لا مؤاخذة يا جماعة، ده السكريبت الغلط، انا اسف. استنى اجيب السكريبت الاصلي. احنا هنتكلم عن ده يا رجالة. بس لا بجد، هنتكلم في الحلقة دي عن قصة دين امبروز في الدبليو دبليو اي، وهنجاوب على السؤال اللي لسه لحد النهارده بيتسأل والناس مش عارفة اجابته، وهو ليه دين امبروز ساب الدبليو دبليو اي. تمام، عشان نفهم مسيرة امبروز في الدبليو دبليو اي لازم نرجع الشريط من اوله، تحديدا سنة 2011. في الوقت ده امبروز كان مضى عقد تطويري مع الدبليو دبليو اي، وبدا يظهر في اتحاد فلوريدا تشامبيون شيب راسلينج التابع للدبليو دبليو اي. ده تقدر تعتبره الايكويفالنت بتاع الان اكس تي دلوقتي. اي نعم هو ظهر فعلا قبل كده كجوبر في الدبليو دبليو اي في 2006، ولسبب ما كان لابس باروكه بينك، بس ده مش مهم. امبروز بيبدا يصارع في اف سي دبليو مع دفعه من المصارعين الروكيز والاندي دارلينجز كبروسبكتس، بعضهم هيتشهر بعدين وهيبقوا اسام كلنا نعرفها دلوقتي، وبعضهم لا، وده كان التحدي الحقيقي ليه. يمكن اهمهم واشهرهم كان واحد اسمه تايلر بلاك وبقى اسمه سيس رولينز، وفعليا عداوه رولينز وامبروز بدات من الاف سي دبليو يا جماعه. العداوه اللي هتكمل ثرو اوت مسيره دين، وهنتكلم عليها اكتر قدام. طبعا دين وساس لعبوا ضد بعض اكتر من مره في الاف سي دبليو، مره على ميداليه عبيطه كده مش عارف ايه دي الصراحه، وعلى حزام الاف سي دبليو، وساس كسب اغلب الماتشات. ولو بتسأل على المخفي الثالث كان موجود برضه، وكان اسمه ليكي. لا ثانية، ليكي ازاي؟ لا مؤاخذة حضرتك. دين بيختم فصل الاف سي دبليو من مسيرته بعداوة مع المنتور بتاعه ويليام ريجل، عداوة تانية هيبقى لها تبعات مهمة فشخ في مسيرته في المستقبل. طبعا امبروز بيلعب اخر ماتش ليه في اف سي دبليو وبيكسب ريجل عشان ينتهي فصل دين امبروز الروكي، ويبتدي الفصل اللي هيغير مسيرته كلها للأبد. كل حاجة بتبدأ لما دين امبروز، سيس رولينز ومعاهم ليكي اللي بقى رومان رينز بيظهروا في سرفايفر سيريز 2012 وبيبقى اسمهم ذا شيلد. واتكلمنا طبعا عن الشيلد في حلقة اعظم عصابات في التاريخ، فروح شوفها لو لسه ما شفتهاش عشان جامدة فشخ. بس بقول لك ايه، اسمع مني التريفيا دي بقى. الشيلد بدأوا فعليا في الان اكس تي اصلا، وكانوا مع رولينز لما كان البطل هناك، وبعد ما رولينز خسر الحزام جات لهم الكلاب عشان يظهروا في السيريز ويفشخوا راي باك بالتريبل باور بامب، اللي هتبقى حركة ايقونية مسجلة باسمهم وهتفتكرهم في اي وقت تشوف حد بيعملها غيرهم. الشيلد بدأوا كلاكيز او المساعدين اللي في ظل سي ام بانك، وبعدها بينطلقوا بسلسله انتصارات وبيبنوا زخم وشهره مش طبيعيه. بس ده ما يهمناش قوي، احنا عايزين نعرف دور ولدنا دين كان ايه بالظبط. هتلاحظ دايما في اغلب صورهم ان هو على طول الواقف في النص، كمان هو كان اكتر واحد بياخد مايك تايم وبيعمل بروموهات بين الثلاثه. ولما جم يختاروا واحد فيهم يكسب البطوله السنجلز، وقع الاختيار على دين عشان يكسب حزام الولايات من كوفي في اكستريم رولز 2013. اما رومان وسيس فكسبوا احزمه التاء. يعني من الاخر تقدر تقول ان دين كان بيتقدم كالقائد بتاع الشيلد، او يمكن ده تحليل شخصي مش عارف، اكتبوا لي رايكم. الشيلد نجحوا نجاح خرافي ووصلوا سقف شهرتهم بعد ما علموا على ايفولوشن بدل المره مرتين، وهنا الدبليو دبليو اي بتقرر تدق على الحديد وهو سخن. ساس بيخون الشيلد في واحده من اكتر اللحظات الصادمه في تاريخ المصارعه عشان تنتهي العصابه للابد. بصوا مش الابد قوي يعني، بس تمام ماشي. انفصال الشيلد بيحط امبروز قصاد اكبر تحدي ليه في مسيرته، لانه دلوقتي خلاص هيقلع الفيست الاسود بتاع الشيلد وبقى مطلوب منه يثبت نفسه كفردي، ولكنه كمان بيكون البدايه الفعليه لاهم عداوه في مسيرته. ثلاثي الشيلد بياخدوا طرق مختلفة تماما عن بعض بعد الانفصال. ساس بحكم ان هو اللي عمل اللحظة الكبيرة فكان طبيعي يكون اكتر واحد بولارايزد فيهم على الاقل في الاول، وبيبقى التوب هيل بتاع الشركة وموجود في اهم سيناريو فيها. اما رومان فده فعليا بدأ يتسرسب للمين ايفنت سين من قبل انفصال الشيلد، حتى تحديدا في الرويال رامبل 2014 لما فضل اخر واحد مع باتيستا لا وعصلك معاه كمان، ويفضل يتدحلب في السكرتة بعدها ومحدش واخد باله لحد ما الناس بتفهم اللي فيها وبيسيبوا له اديان حرفيا. بس ده موضوع اخر لحلقة
بطريقه اخرى، احنا يهمنا بطلنا دلوقتي. دين امبروز ما كانش الكونايفنج هيل ولا البيبي فيس الاهطل اللي محدش طايقه، ولكنه فعليا كان ناتشرال بيبي فيس والناس فعلا كانوا حابينه، بل تقدر تقول انه كان التوب بيبي فيس وقتها كمان. من اهم مفاتيح شخصيه امبروز انه كان الشخصيه الباداس اللي مش همه حد وعايز يفشخ الكل، ولكنه في نفس الوقت كان بيعمل حركات وسيجمنتات كوميديه تهلك من الضحك حرفيا، حاجه كده شبه ستون كولد ستيف اوستن. التشبيه اللي بالمناسبه كان منتشر قوي وقتها، والناس اللي عاشت الفتره دي عارفه انا بتكلم في ايه. دين بيبدا اهم واطول عداوه في مسيرته مع صاحبه الغدار ساس رولينز، وبيخسر لساس الماني ان ذا بانك، وبيرجع يخسر له تاني في سامر اسلام في ماتش لامبر جاك بتدخل من الكوربريت كين في المرتين، وبينهوا الترولوجي دي في ماتش ثالث في هيل ان سيل. الماتش ده بالنسبه لي هو تقريبا كده اجمد ماتش في العداوه دي. شفنا سبوتات لذيذه استغلوا فيها القفص كويس زي الالبو دراب والباكل بامب على الطاوله اللي في ظهر القفص. كمان هما الاثنين اصلا بداوا الماتش فوق القفص في مشهد فشيخ من بتاع ماتشات زمان اللي ما بنشوفوش دلوقتي ده. وطبعا الهايلايت بتاعت الماتش بالنسبه لي لما هما الاثنين بيدعكوا بعض وهما نازلين من فوق القفص عشان يترازعوا هما الاثنين مع بعض سايمultaneously كده حرفيا على ترابيزتين التعليق. ده كان سبوت انا بحبه فشخ وافتكر ما اتشافش قبل كده. دين بيبقى خلاص على وشك انه يخلص على رولينز ويكسب اخيرا، لكن مره واحده النور بيقطع. ايه ده، هما كان عندهم تخفيف احمال هما كمان ولا ايه؟ خلاص والله. وياب يو جاست براي وايت بيظهر وبيهاجم امبروز وبيعمل له ساس لا يوريناجي، وساس بيثبت ويكسب. ايه التهزيق ده؟ طب كنت كلف بخاطرك طبعا فنان واعمل له الفينش ده. طبعا بيبدا عداوه ملاش اي ثلاثه لازمه بين امبروز وبراي وايت، ويعني انا بجد ما عنديش مشكله مع براي وايت يا جماعه، بالعكس انا كنت بحب ذا فيند فشخ وبتفرج على سيجمنتاته في عز قطعتي للمصارعه، ولكن للاسف ده ما يمنعش ان اغلب عداوات براي كانت عبثيه وبلا هدف، ودي كانت واحده منهم. مسخره امبروز في عداوات رولينز وسلسله خسايره بتكمل في عداوه براي، لانه فعليا خسر كل الماتشات في العداوه، ومنهم ماتش بيخسره بواحده من اعبط السبوتات في التاريخ تقريبا، لما بيبقى عايز يضرب براي بالمونيتور بس المونيتور بينفجر في وشه مره واحده من العالم كده عشان براي يجي يثبته ويكسب. والله بس كده. وطبعا الانجل دي لا اتفسرت ولا اتجاب سيرتها، اللي هو اديني عقلك حرفيا، حاجه كده زي ماتش رومان والديمن بتاع اكستريم رولز ده. العداوه العبثيه بتنتهي بامبيلنس ماتش، وطبعا زي ما انت ما توقعت دين بيخسر عشان تنتهي 2014 وسلسله الخساير لسه مكمله. امبروز بيدخل الرويال رامبل 2015 وبيقعد له يجي ربع ساعه كده قبل ما كين والبيج شو يطلعوه، بس ده طبعا مش مهم خالص لان البطل السندال رومان رينز فشخهم كلهم والروك رجع والناس كلها كانت مباسيط طبعا. هو الروك ماله في حاجه مزعلاه ولا ايه؟ دين بعدها بيدخل على خط حزام القارات وبيلعب ضد ويد بارت وبيخسر كما العاده يعني. وفي عز ما رومان وسيس كانوا بيعملوا تاريخ لنفسهم في مين ايفنت راسل مانيا 31، دين كان متلقح في ماتش السلالم بتاع حزام القارات وبياكل البامب المعتبر ده، وده بيفتح خط العداوه قصيره مع لوك هاربر مكمله معانا دي على فكره. دين اخيرا بيكسب اول ماتش ليه من ساعه انفصال الشيلد ضد لوك هاربر في اكستريم رولز. انت متخيل يا بيه؟ ده بيفتح السكه لدين مش بس انه يرجع للمين ايفنت سين، ولكنه كمان بيرجع عداوته مع ساس رولينز اللي بقى بطل العالم طبعا، وبيدخل في ماتش فيتل 4 واي ضد رومان وساس وراندي اورتن في باي باك. انا بحب فشخ السبوت بتاع لما هما الثلاثه عملوا التريبل باور بومب على راندي، يعني انا سكر للشيلد يا جماعه، اعمل لكم ايه طيب؟ ساس بيكسب الماتش عشان تكمل العداوه مع دين في ماتش سلالم في ماني ان ذا بانك. ماتش لذيذ تاني بينهم بيخسروا اللونيتك فرنج بنهايه غريبه فشخ الصراحه، بس ماشي. في الوقت ده دين بيبدا تاك تيم ميك شيفت كده مع البيج دوج رومان رينز، وهنا بيبان الفرق بين الاثنين دول، مش بس كشعبيه في عين الجماهير اللي بيشجعوا دين وبيسبوا ادياك لرومان، ولكن كمان في عين البوكرز اي كي ماكمان، لان اكيد طبعا دين هو اللي هيخسر وهو اللي هياكل البنز، وهنبينه هالهوله قصاد رومان اللي مرضي عليه، وهنعمله وجه الشلغه غصب عن ديك ابوكوا طبعا. وده اللي بيحصل فعلا لما ساس بتجيله الاصابه في عرض غير متلفز وبيضطر يسلم الحزام، وبتتعمل تورنمنت من 16 مصارع بيوصل فيها رومان ودين للفاينل في سرفايفر سيريز، وطبعا دين بيخسر عشان تنتهي سنه 2015 اللي كانت مليانه احباطات واخفاقات كتيره، وتبدا حرفيا اهم سنه في مسيره دين امبروز. ولدنا امبروز بيفضل اخر واحد في الرويال رامبل 2016، ولكنه بيخسر للنجم الصاعد والشاب الخمسيني تريبل اتش. بعدها الدبليو دبليو اي بتمارس هوايتها المفضله بالتخصص، وهي انها تعيشك الوهم وتبيع لك الهوا في ازايز حرفيا. فبيخلوا دين امبروز يعمل بروجرام مع تريبل اتش في عرض رود بلوك اللي قبل راسل مانيا، ويعني هم واخدين توكيل الموضوع ده يا اخوانا، اللي هو انا ممكن مثلا اعمل حلقه في المستقبل واسميها عندما باعت لنا الدبليو دبليو الوهم في ازايز مثلا. وطبعا كما هو متوقع
بيوقع، الوهم بيتحطم على صخور الواقع، والشاب الخمسيني بيكسب عادي جدا وبيروح يعمل الدريم ماتش مع البيج دوغ في راس المانيا، الدريم ماتش اللي ربنا يحرمنا منه حرفيا. لكن الدريم ماتش اللي بجد بيحصل لدين امبروز ضد البيست انكارنت بروك ليزنر. كل حاجه بتحصل في ماتش تريبل ثريت على المصنف الاول لحزام العالم بين دين ورومان وبروك في فاست لين. بروك كان خلاص هيكسب بالكيمورا، بس دين بيشلفه بالكرسي وبيكلفوا الماتش، الحاجه اللي بتعفرت بروك وبتخليه يدور الدعك في امبروز في الاسابيع اللي بعد كده، لحد ما بيتحدد ماتش نو هولدز بارد او ماتش من غير قوانين يعني من الاخر بين دين وبروك في راس المانيا 32. الهايب وسقف الطموحات للماتش ده كان عالي فشخ يا جماعه، ومش من فراغ، لان طريقه البناء والاسلحه اللي دين كان بيتيز طول الوقت انه ممكن يستخدمها، ده غير انه عمل سيجمنتس مع حرفيا اساطير الهارد كور زي ميك فولي وتيري فانك. كانت فعلا الناس تستنى تشوف اسلحه وسبوتات هارد كور فشيخه وحاجات بالطريقه دي، وده برضه تحطم على صخور الواقع الحقيقه، لان حرفيا وبدون مبالغه الماتش كان عباره عن الاتي: حفله جيرمان سوبلكس من بروك، بعدين دين يعمل كامباك عبيطه وينزل يرص الكراسي ويطلعها جوه الحلبه، بعد كده بروك يعمل الاف 5 ويكسب، بس كده خلاص. ماتش يقرف الكلب الاجرب حقيقي، وطلع دين امبروز ولا كانه كيس مخده يعني. الناس وقتها قالت شوف المصارع البروتا اللي مش عارف يعمل ماتش هارد كور كويس مع الاسطوره بروك ليزنر، اللي هو اصلا كان مكسل يعمل السبوتات بالمناسبه. ويعني افتكر ان الموكس بعد كده هيبلع الناس دي كلامها بالمذابح اللي هيعملها فيها دب بعدين. امبروز بيبدا عداوه جديده مع كريس جيريكو، العداوه اللي هتبقى انتر بروموشنال بعدين. طبعا ناس كتير كانت بتنتقد العداوه دي وقتها مش عارف ليه، ولو اني كنت شايفها لذيذه فشخ الصراحه، وطلعت سيجمنتات فعلا جامده وانترتيننج يعني. يمكن اجمدها بالنسبه لي لما دين فشك لجيريكو الجاكيت اللي بينور في الضلمه بتاعه ده، انا كنت بحب الجاكيت ده فشخ وانا صغير بالمناسبه. بيتلعب بين الاثنين ماتشين في عروض شهريه ورا بعض، ودين كسبهم، منهم ماتش كان جدري شويه وما عجبش ناس كتير، ولو اني شايفه كان حلو فشخ بالنسبه للستاندرز بتاعت الدبليو دبليو اي يعني. اللي هو احنا شفنا في الماتش ده سبوت غالبا عمرك ما هتشوفه بيتعمل في الدبليو دبليو اي تاني اصلا، احنا هنكفر. دين بعدها بيدخل ماتش الماني ان ذا بانك في نفس العرض اللي اخوات دين في الشيلد رومان وسيسح كانوا هيلعبوا ضد بعض في المين ايفنت على بطوله العالم. دين كان ليه سيجمنت مشهور معاهم بيلمح فيه ان لو كسب الشنطه فهو عادي جدا يصرفها في نفس اليوم عليهم، وفعلا امبروز بيكسب الشنطه، وفي المين ايفنت سيس رولينز بيكسب رومان رينز واخد منه بطوله العالم. and the rest was history. حقيقي بحب اللحظه دي قوي وتفاعل الجماهير معاها، ده غير تاريخيه الحدث لان فعليا ثلاثي الشيلد كلهم كانوا ابطال عالم في العرض ده. تتويج دين امبروز بيبدا فعليا حقبه جديده في الدبليو دبليو اي مع رجوع الدرافت وبدايه سماك داون لايف. ويعني يا جماعه بجد بالنسبه لي والله فتره سماك داون لايف الاولانيه دي بالذات بتاعت شين ماكمان وبراين كانت يعني ماجيكال تو سي ذا ليست. الروستر، الفايبز، العداوات، المزيكا، يا راجل حتى الكاميرا انجل الجديده اللي كانوا عاملينها دي كانت جامده، ايام لن تعود على الطلاق. قبل ما يبدا تقسيم العروض دين بيلعب اول ديفنس ليه في ماتش تاريخي اوعدكم هنشوفه ونفسره في يوم من الايام ضد رومان وساس في باتل جراوند، وبيكسب عشان يدي تقله وفاليديشن للرين بتاعه اكتر. وقتها بيحصل ماتش غريب فشخ بين 6 مصارعين، والكسبان هيبقى المصنف الاول على الحزام في سامر سلام. ويعني انا لحد دلوقتي فاكر ردة فعلي على الماتش ده لايف وانا بشوف دولف زيجلر دونا عن اي حد بيكسب، ولا وبيثبت ايج ستايلز كمان. ويعني ما تفهمونيش غلط، دولف فعلا مصارع جامد وفعلا اتظلم، لكن ما افتكرش ان في حد كان هايب يتفرج عليه بياخد السبوت دي في سامر سلام، خصوصا ان ماتش من غير قصه يعني. امبروز بيكسب في واحده من اكتر الماتشات المنسيه في تاريخ سامر سلام للاسف. ولحد هنا كل حاجه كانت ماشيه تمام، ودين مكمل كواجهه سماك داون لايف لحد ما بيحصل الخازوق اللي حرفيا هيفشخ كل حاجه. الموضوع بيحصل في بودكاست بروكن سكال بتاع ستيف اوستن على الدبليو دبليو اي نتورك، لما بيستضيف امبروز كونه بطل العالم وواجهه الشركه بقى وبتاع. عاده اي بودكاست او حوار في الدنيا الهدف منه بيبقى اننا نطلع بشويه سكوبس، انسايتس، كواليس او مواقف لذيذه اول مره نسمع عنها، حاجات بالطريقه دي يعني. لكن لو هنلخص اللي حصل في المقابله دي بكلمه واحده ف awkward. Yeah, so when I was in like elementary school, like you know, like at the time though, I just was just like الواد منصور ماله ما بيجمعش.
دين تحسه مقربع اذا السن سبرته او شارب حته $100 لوحده مثلا، واللي هو جاي مغصوب يعمل البودكاست. دين كان بيتملل من الاسئله بتاعت اوستن، واغلب ردوده كانت انه بيشتكي، وكل ما اوستن يحاول يغير الاسئله يرجع تاني لنفس موضوع الشكوى من الكرييتيف تيم البليحي بتاع WWE. كل ده مع ردود امبروز اللي مش لذيذه وبروده ولا مبالاته طول المقابله بيخلي اوستن يفصل حرفيا. Right now, I don't consider myself a chip on my shoulder guy because. Dude, are you saying you're complacent? You've lost your edge because you got that championship belt? I would dare say you've rested on your laurels. You're a little bit comfortable, and you need to find the edge again. Give it to me. Give it to the people. I feel like you put me on blast a little bit, and اوستن بينتقد دين وشبه بيهزقه كده في نص البودكاست، وبيقول له انه كسول وبطل بقى صياح ومصدوميه يا ابني صدعتنا، واللي هو ما كانش ناقص غير يوم يعمل له ستانر حرفيا، ده اللي ناقص. البودكاست الشنيع ده فعلا دفن امبروز بجد. انت متخيل مصارع يدفن وتنتهي دفعته بسبب بودكاست؟ ويبدا بالظبط اللي حصل في العرض اللي بعده في باكلاش لما دين بيخسر لستايلز عشان ينتهي ريم مانسي، وسهل قوي تقول انه كان وحش للاسف. دين بيكمل العداوه مع ستايلز اللي بيدخل فيها على الخط اهم جوبر في التاريخ، جيمس إلزورث، الجوبر الوحيد اللي حرفيا كسب بطل العالم. لا صح، نسيت ان كودي كسب رومان، صح. بعيدا عن تفاهات السيناريو للبعض، الا ان كان في لحظات كوميديه جامده فشخ فعلا في العداوه دي. ويعني لو انت خدت على خاطرك وزعلان قوي من الجوبر اللي كسب ستايلز، فافتكر انت اكيد دلوقتي عارف ان ده كان رحمه مقارنه باللي هيحصل بعد كده. بيحصل الرابر ماتش بينهم في ماتش TLC في عرض TLC ده، يا جماعه ده تقريبا كده اجمد ماتش في مسيره دين امبروز في WWE بالنسبه لي على الاقل. سبوتات فشيخه، سيكونسات سريعه، استغلوا ستيبيوليشن الماتش حلو فشخ، وطبعا السبوت اللي عايز رنت فري في دماغي ده. AJ ستايلز بيكسب الماتش بعد خيانة إلزورث لدين، وبس كده يا جماعه. الماتش ده حرفيا كان نهايه اي دور لدين امبروز في المين ايفنت سين، ومن هنا رسميا هيبدا السقوط الحر. دين امبروز بيكسب زاميد، ايوه انا قاصد اقول عليه زاميد، وبياخد منه حزام القارات في اول سماك داون في 2017. بعدها بيدخل ماتش الاليمينيشن تشامبر، والحقيقه ان الهدف من وجوده كان يدوب عشان تتبني عداوه بينه وبين بارن كوربن على حزام القارات. عامه بارن كوربن ده ينطبق عليه وصف الكابتن فارس عوض لما قال فيه من التناقضات ما تلفت نظر الاعمى. حرفيا اللي هو يا ابني، هو انت مصارع على الله من المرتبطين في روستر WWE دول، ولا فعلا مصارع جامد واندر ريتد؟ ما تفهمش الصراحه. يحضرني من العداوه دي سيجمنت غالبا ما حدش فاكره في الكوكب غيري، لما كوربن بيرمي دين على بره الستيج وبيحصل اكسبلوجن لذيذ كده، وفي الوقت اللي ساس ورومان كانوا في عداوات هاي بروفايل ضد اساطير في راسلمانيا 33، دين كان في البري شو وبيكسب كوربن في ماتش مانسي ملوش لازمه. كمان معلومه تريفيا ممكن ما تعرفهاش، وهي ان ده فعليا كان اخر ماتش ايفر لدين في راسلمانيا. دين بعدها بيدخل في عداوه مع يا دين ابن المتنزه ده تاني. جماعه بجد انا لو هبدا ارانت على زاميد مش هخلص. الميديوكر ده هو سرطان مستشري في WWE، وكان من اسباب تبطيل المصارعه حرفيا. تخيل بقاله فوق ال 15 سنه في WWE، والمفروض انه فيترن بقى وبتاع. اللي هو فيترن مين يالا؟ ده انت اخرك تعمل عجين الفلاحه ونومه العازب، وهتعملهم وحش برضه عشان ميديوكر ابن صرمه. مستني اقول لك ايه، عداوه تقرف وماتشات تمرض يا راجل. حتى الكوميديا بتاعت دين كان دمها تقيل. دين خسر له مرتين، وما قلت لك بقى خلاص السقوط الحر يعني. بس في عز ما كل حاجه كانت ضلمه بيظهر بصيص من الامل. ساس بعد ما كسب اتش في راسلمانيا ورجع فيس، قرر يكفر عن خطاياه ويحاول يتقرب تاني من دين عشان يسامحه. ده بيبدا انجل عظيمه قوي يا جماعه، سلو بيرن على اسابيع بحوارات جامده بين الاثنين، وده واقعي اكيد، لان طبيعي دين مش هيوافق يسامح ساس لمجرد انه قال له انا اتغيرت يعني. الخلافات بتكمل بين الاثنين لحد ما فريق ذا بار بيدخل على الخط، وهنا دين وساس بيكتشفوا ان ليهم عدو وهدف مشترك عشان الباي اوف يكون بواحده من اعظم اللحظات في تاريخ الرو. اشعر قصه ريونيون دين وساس بالبناء والبروموهات الجامده لحد رجوعهم برياكشن اسطوري من الجماهير، حاجه كده يستحيل تشوفها دلوقتي في WWE، ولو اتعملت غالبا هيفشخوها في الاخر. القصه دي كانت زي القشه اللي اتعلقت بيها في وسط الوحل اللي WWE كانت غاطسه فيه وقتها ولحد دلوقتي والله. كمان ماتشهم في سامر ستام كان واحد من اعظم ماتشات التاج اللي انا شفتها في حياتي، ودين وساس كسبوا الاحزمه. في الوقت ده رومان رينز بيدخل على الخط عشان يلعبوا ضد زاميد والبار في TLC، ونعمل بقى شيلد يونيون وبتاع. بس رومان تعب، وده بيؤدي لاكتر ماتش عبثي في تاريخ المصارعه حرفيا. كيرت انجل بيتحد مع الشيلد ضد كين وزاميد وشيمس وبرون سترومان. وذهب الفجر وطلع البدر والعصفور صوصو صوصو.
ماتش هربان من احلام العصر الرسمي يعني. بعدها خلاص بقى رومان رجع اهو، هنرجع الشيلد والمشاهدات تعلى ومبيعات التيشيرت، بس لا لان دين بتجيله اصابه في التراي وبيجيب فوق ال9 شهور. يعني سبحانك يا ربي، حتى القدر شخصيا ما كانش راضي يخلي حاجه كوميرشال رخيصه زي كده تكمل. دين بيرجع في 2018 بدور حاجه كده سايد كيك جنب ساس رولينز اللي كان في عداوه على حزام القارات مع زيجلر ودرو. هنا رومان بيرجع يدخل معاهم تالت وخلاص بقى، اخيرا المشاهدات اللي في الارض هتطلع والجماهير اللي طفشت هترجع وبس. لا القدر كان حالف طلاق 3 ما تحصل يعني، لان رومان بيجيله لوكيميا او سرطان الدم وبيمشي عشان يتعالج، وبيعمل لحظه لذيذه مع اخواته وفيست بامب بقى وبتاع، وهوب في نفس اليوم دين بيقلب على اساس بعد ما كسبوا حزمه التاج. ده كان قرار سليم واؤيده جدا الحقيقه. شخصيه دين الفيس الواكي العبيطه كانت لازم تتبدل بشخصيه واكي واعبط برضه بس هيل بقى، هو ده التغيير التمام على الطلاق. دين بيحرق فيسل شيلد وبيتعمل ماتش بينه وبين ساس في TLC على حزام القارات. الحقيقه بعد خيانه دين لساس في نفس يوم مرض رومان، فانت داخل مستني تشوف الجراج بقى وساس وهو بيذبح دين ويشرب من دمه مثلا، لكن لا، احنا هنبدا الماتش بمات راسلينج ممل وبس يجيب النوم حرفيا، تقولش ماتش في نص الرو مثلا. دين بيكسب بعد واحده من اوسخ الماتشات اللي شفتها في حياتي حرفيا. يعني يا جماعه انا شفته مره واحده بس في 2018 واكيد ما رجعتش اشوفه تاني دلوقتي ولا اشوف اي حاجه في الشركه الوسكه، لان في الوقت ده كنت بطلت بالفعل اتفرج على WWE، الحاجه اللي مستمره لحد النهارده بالمناسبه. I'm done. امبروز بيكمل في التخلف وبيعمل جيميك هيل انه قرفان من الجماهير، فبيلبس ماسك غاز وبياخد حقن وتطعيمات ضد الامراض اللي عند الجماهير، وبيعمل برومو في عياده في وسط ما الدكتور بيديله لا مؤاخذه من ورا حقنه في العضله. بالراحه اي يا حمار، قلت لك في العضل مش في النص. والله انا نفسي اكون بعرج بس ده فعلا اللي حصل بجد. ويعني يا جماعه ده يا دوب كده كان ايه التيب اوف ذا ايسبرج زي ما بيقولوا، لان منتج WWE في الفتره دي وصل لمرحله ان اللي مش هيبطل امه رقاصه حرفيا. وده سؤال الحلقه اللي بجد نفسي تقولي لي اجابته يا بتوع WWE، انتوا ازاي كملتوا تتفرجوا وبتتفرجوا لحد دلوقتي على WWE؟ انا عايز الكومنتس كلها تكون اجابات على السؤال ده بجد والله، وهاخد معاكم نقاشات لايام وليالي يمكن تقنعوني في الاخر. مثلا دين بيكسر حزام القارات بعدها لاشلي وبيقرر انه مش هيجدد عقده مع WWE بعد الرويال رامبل 2019، وهنا فينسو بيقرر انه هيهزقه ويهينه لحد اخر يوم في عقده، اللي هي حاجه مقرفه وقذره طبعا. بس يعني الحمد لله دلوقتي في النيو ايرا بتاعه ترابل ايست، اكيد لو مصارع جه قال له انه زهق من شركته الوسخه وانه مش هيجدد عقده وهيمشي، اكيد طبعا مش هيعمل معاه زي ايه هو عمل فعلا. طب خلاص انسى. افتكر جه الوقت نجاوب على سؤال الحلقه، وليه دين امبروز ساب WWE؟ والحقيقه انت لو شفت الفيديو من اوله لحد هنا ولسه بتسال فعلا فانا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه. لما تبص على مسيره دين امبروز في WWE من بره غالبا هتمصمص شفايفك وتقول شوفوا المصارع الندل قليل الاصل اللي ساب الشركه اللي عملته وكسبته كل ما يكسب وخلته نجم. لكن لما تبص على مسيرته الفعليه وتدقق في تفاصيلها هتلاقي جيميك كوميدي اهبل، تايتل رينز فاضيه ومحدش فاكرها، بوكينج ضعيف وبيطلعه بشكل اهبل في اغلب الاوقات، وتمييز واضح للاعمى بينه وبين رومان وساس اللي كانوا متشافين اعلى منه بكتير في نظر WWE. كل ده مع الشخصيه الهيل الحزينه اللي خلوه يعملها خلى دين يكره المصارعه والعيشه واللي عايشينها، وكان عنده حرفيا انه يرجع CZW او اي اتحاد بير سلم ولا انه يقعد يوم زياده هناك. WWE اول ما لقوا ان الموضوع دخل في الجد قوي كده وانه فعلا هيمشي، قال لك طب يلا بسرعه اعمل ماتش للشيلد لاست تايم ايفر في العرض اللي ملوش لازمه اللي قبل راس المانيا ده. وده طبعا عشان مش هيعرفوا يعملوا الشيلد تاني، مش عشان سواد عيون دين او ان يتعمل له سند اوف محترم لا سمح الله. يعني الشيلد بيلعبوا اخر ماتش في تاريخهم في فاست لين، بعدها دين بيكمل تهزيق في WWE لحد ما بتنتهي قصه دين امبروز للابد عشان تبدا قصه جديده بطلها حد اختلف تماما. Nobody leaves the Shield. We're always the Shield. This is why Dean Ambrose has not re-signed his contract. He will be leaving WWE in the near future. Don't worry, Dean. I'll make sure to take care of your wife for you. That's not for me. I was picturing myself anywhere but WWE. I hate my own character. My name is Jon Moxley.
shot. This isn't just winning time right now. This is time to be a legend.